معانا اسلام ضحية عزيزة بنت ابليس. كم سنة يا اسلام؟ 43 سنة. 43 سنة. 43 سنة. طب انت اتخطفت، انت مواليد كام واتخطفت وانت عندك قد ايه؟ أنا مواليد سنة 1983 واتخطفت وأنا عمري شهر ونص. شهر ونص. طب عشت مع عزيزة بالظبط كام سنة؟ أنا عشت مع عزيزة 11 سنة. 11 سنة. أيوة. وبعد 11 سنة اتقبض عليه. رحت الجمعة. جت بقى أسرة تانية استلمتني. عشت معاهم قد ايه؟ أنا عشت على اسمه 22 سنة، يعني عشت على وهم إن ده أبويا 22 سنة. طلعت البطاقة معاهم؟ بعد طلعت بطاقة ودخلت جيش واتجوزت. شفت مسلسل حياة نرجس؟ شفته. أنا ما اتفرجتش عليه كله. أنا كنت معتمد إن أنا أشوف آخر حلقة مقاطع، وكنت اعرف يعني الاحداث اللي بتحصل من ولادي، من البيت، من التعليقات، يعني من الناس. انما انا ما كنتش حابب اتابعه لان عارف ان هو مش هيوصف الحقيقه. عارف ان هو مش مهما يتخيل مش هيشوف اللي احنا عشناه شفناه. مش هيشوف النشاط بتاعت الناس دي كان ايه. الناس دي كان نشاطها غير نشاط نرجس خالص. انت جايب نرجس دي يعني انت بتمثل شخصيه طفوله عزيزه، الطفوله بتاعتها. انا بتهيألي عزيزه وهي طفله كانت كده. مش بذم في عزيزه ولا بقول هي عزيزه، سبحان الله هي كانت بني ادم روحها كده. انا كان عمري 11 سنه لما اتقبض عليه. جابت محمد الاول ولا هشام الاول؟ لا، هشام الاول. كان عنده قد ايه؟ كان عنده، هي بص، وقت ما جابته كان انا عندي اللهم صل على النبي حوالي 6 سنين. تمام. وكان هو عمره 3 شهور. 3 شهور. ما كنتش انا لسه دخلت مدرسه. تفتكر اليوم اللي هي جابته فيه؟ فاكر. دخلت هشام البيت. قالت لك ايه لما جه؟ هي كانت جايه العريش راكبه تاكسي اسكندراني. التاكسي اللي هو الاصفر في اسمر ده. اسكندريه التاكسيات بتاعتها كده لونها كده. اسكندريه. فكانت جايه راكبه التاكسي ده من اسكندريه، جايباه من اسكندريه وجايه بيه العريش. نزلت. اول ما نزلت فتحت الباب وقعدت على العتبه بتاعت الباب وحطت الواد في حجرها. انت كنت معاها بتجيبه؟ انا ما كنتش معاها، انا كنت في البيت. وعارف ان امي سافرت وراحت تولد. كانت بطنها حاطه بطن؟ كنت بشوف بطنها كبير. بعد ما نزلت عشان تولد عملت ايه؟ قالت لك راح ولدت؟ انا ده اللي سمعناه. انا كنت طفل في البيت. فالمهم جت قعدت بهشام على باب البيت، حطته في حجرها وقعدت. كان عنده قد ايه؟ كان طفل يعني بيعيط للاطفال. طفل. فمين ده؟ قالت لاخوك. اسمه ايه؟ قالت لي هشام. فانا برضو بعفويه الطفوله بوسته وقعدت العب في البيت. ده دخلت هشام عليه. محمد بقى جابته. كان انا عمري حوالي 10 سنين. مش صغير، كبير وفاهم. تمام. كانت حاطه بطن برضه؟ كانت برضه حاطه في محمد. ايوه، هو في كل طفل كانت بتعمل كده. ما هي مش في جيران حواليها عايشين معاها وشايفينها. هي لو اصلا مش هينفع تصحى الصبح تقول انا ولدت. زي ما بيقولوا فعلا عزيزه ما كانتش سهله يا جماعه. تفهمني؟ فمحمد ده لما جه بعدها ب3 شهور بالظبط لقيت لك ده الباب اتكسر علينا بالليل والحكومه دخلت خدتنا كلنا. بعد ما محمد خطف بحوالي 2 3 شهور. يعني محمد هشام قعد قد ايه معاكم؟ هشام قعد معانا حوالي 5 سنين. ومحمد قعد شهرين. حوالي 2 3 شهور. وبعد ما دخل الحكومه دخلت عليكم في البيت، ايه اللي حصل؟ خدونا بقى كلنا. وانت كنت معاهم؟ كلنا بلا استثناء. انا لما وسعيد كان فين؟ الضباط خرجوني بره. سعيد كان نايم جوه وهي كانت نايمه. اتقبض عليها كمان. كلنا. انا وهشام ومحمد وعزيزه وسعيد ركبنا البوكس. كلنا بلا استثناء. بس انا لما خرجوني بره وقفت قدام باب البيت، وقفت قدام الباب من بره في الشارع. فباصص ايه اللي بيحصل جوه. لقيت لك العساكر ماسكه المرتبه مقطعاها بالسكينه كده، واحد ماسك سكينه وبيقطع المرتبه اللي هي بتنام عليها. بيطلعوا القطن اللي فيها. والدولاب بيطلعوا الحاجه اللي فيه. وماسكين باروكات شعر وماسكين حاجات وعمالين يلموا. المهم خدونا كلنا. انا كل ده في دماغي، الله اكبر عزة الله، كل ده في دماغي ان احنا عيله
واتحطينا في موقف او في ورطه، يعني انا وابويا وامي واخواتي احنا كده في مشكله. ما كنتش عندك اي فكره ان دي مش امي نهائي. يعني انت رايح الشرطه قبضت عليكم كلكم وانت مش بس رحت المركز. رحنا اسم تاني العريش. لا انتوا كنتوا عايشين في العريش رحنا اسم تاني العريش. طوال عمرك عايش فين؟ هي اول ما خطفتني اول سنتين او اول فتره من عمري، يعني اول ما عزيزه خطفت اسلام كانت في اسكندريه. عشتوا فين اول؟ اسكندريه. يعني عشت سنتين في اسكندريه من اول ما عزيزه خطفتها؟ لا واوعى عن السنتين كمان. اه يعني انا افتكر لنفسي موقف وانا في البيت اللي في اسكندريه ده وانا طفل. يعني انا كنت بحب اكل القطط. بتحب تاكل القطط؟ انا وانا طفل. والله بكلمك جد. كانت تنزل تجيب لي السمك الصغير ده في الشنطه كده مليانه سمك صغير تديهولي وتخليني ارمي له القطط عشان اقعد العب مع القطط واكلها. فالموقف ده كنا من قبل ما نسافر العريش. انت فاهمني؟ في حاجات يا جدعان والله العظيم كتير كتير، بس الواحد كل ما بيقلب كل ما الذاكره بتجيب. بس كان رجله سليمه؟ بقى رجلي سليمه وكل حاجه. العلاقه ما بين عزيزه وسعيد دي كانت عباره عن ايه؟ بص هي كانت علاقه عاديه جدا، ولكن كان كل مشاكلهم بسبب انا. ازاي؟ يعني كان هو ما يحبنيش. سعيد ده عمري في حياتي ما قسمت معلومه خالص نهائي. عمره ما كان حنين عليك باي شكل من الاشكال. والوقت اللي اكتشفت ان هو مش ابوك وهي مش امك ايه كان موقفك؟ انا اتصدمت في ان عزيزه مش امي، انما ما اتصدمتش ان سعيد مش ابوي. حسيت بايه؟ الواد سابني ومشي وجري، انا هنا اتصدمت بقى. ايه اللي بيحصل؟ هو مين اللي ماسك ابويا وامي وفين اخواتي ومين الناس الجديده ديت وايه اللي بيحصل؟ رحت سالت العسكري قال لي دي مش امك ودول ناس خاطفينك، تمام؟ واحنا اتصلنا باهلك جايين ياخدوك. اللي هم مين؟ اللي هم بقى ما نعرفش لسه. هو بس بيقول لي كده علشان ايه؟ يعني اتقبل الصدمه وانتظر حاجه تانية. هو فصلني اصلا. يعني هو خلاني قعدت انا سندت ظهري على الحيطه وركزت في الارض. انا مش مصدق ان عزام مش امي. واللي خلاني مصدق اصلا ان احنا في لواءات قدامي ماشيه وفي ضباط وفي مديريه امن. طفل قاعد في قلب مديريه امن. كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي 11 سنه. انت فاهمني؟ يعني اللي خلاني اصلا اقتنع، انت عارف الكلمه دي لو اتقالت لي في الشارع والله ما هصدقها. لو اتقالت لي في المدرسه مش هصدقها، ولكن اتقالت لي في مكان انا بصيت حواليا قلت يبقى انتوا كلامكم صح. بس مين بقى الناس اللي جايه وفين ابويا وامي دول؟ قعدنا قد ايه يا عم احمد؟ قعدنا سنه ونص. وقفت قصادها وانت طفل صغير؟ اقول لك ايه اللي حصل لي؟ وقفت قصادها؟ انا ما كانتش قصادي هي اصلا. هي كانت محبوسه وانا سالت العسكري بقول له هو انتوا ماسكين الناس دي ليه؟ يعني ماسكين ابويا وامي واخواتي ليه؟ ما احنا لما اتخذنا بقى الحكومه خدتنا من اسم تاني العريش ودونا المديريه. محمد بحكم ان هو طفل رضيع ما شفتهوش، فقلت ممكن يكونوا ايه لما جه معاكم ما شفتوش خالص؟ ما شفتوش بقى خدوه. فانا حطيت في دماغي هم سايبين لي هشام بس. انا حطيت في دماغي ان ده عشان طفل فواخدينه حاجزينه ايه يهتموا بيه. وسايبين لي هشام بيلعب معايا. تمام. بعد حوالي شهر لقيت ناس جايه داخله علينا معاهم هشام، يعني معاهم طفل توأم هشام بالظبط، والواد سابني وجري. هشام تلقائيا كده لقيته سابني وجري راح عليه. معقوله؟ والله العظيم. لا ما خرجناش. قعدتوا في الاسم؟ هم محبوسين وانت؟ وانا في مدرس عربي كان في المدرسه عندي. الناس دي لما اتقبض عليها الموضوع عمل ضجه في البلد في العريش هناك. ان في سعيد وعزيزه ساكنين في ابو سقل واتقبض عليهم خاطفين العيال اللي معاهم. في ابو سقل؟ ده ابو سقل دي في العريش. انت فاهمني؟ فعمل ضجه في الوقت ده. فانا كمني كنت الكبير، انا اللي بروح مدرسه، بخرج اجيب حاجات من السوبر ماركت، الناس عارفاني اكتر. فالناس كلها كانت مشغوله اسلام اتسلم لاهله وجم خدوه ولا لسه. فانت رحت بقى المدرس ده؟ المدرس ده خدني قعدني معاه 6 شهور. كان بيحبك؟ هو الحمد لله الناس كلها بتحبني. كان بيعاملك ازاي؟ لا كان انسان محترم. اسمه ايه بقى؟ صاحب فضل عليا، يوسف هجرس. الاستاذ يوسف هجرس هو مقيم حاليا في طنطا. تحياتي ليه. بيتواصل معاك؟ طيب والراجل صاحب فضل عليا يا جدعان. وجه رساله للاستاذ يوسف هجرس. الاستاذ يوسف هجرس حضرتك اكيد عارفني، انت مقيم في طنطا حاليا، كل سنه وحضرتك طيب.
انت جميلك على راسي. برضه عشان ندي كل واحد حقه، الاستاذ يوسف اسماعيل خليل عطوه رحمه الله عليه. مين بقى؟ اقول للناس مين؟ الاستاذ يوسف اسماعيل خليل عطوه اه ده كان مدير معهد ديني في العريش، وبرضه نفس النظام. راح كتب اقرار على نفسه مقابل ان هو يتكفل بيا لحد ما الحكومه وعزيزه يجيبوا لي اهلي. كان عنده اولاد؟ ما كانش عنده اولاد، لا. اه ده تاني شخص. بعد كده بقى في اسره من الصعيد جت وقالت ان الاسلام ابننا، ولكن الحكومه لقت تواريخ الميلاد بعيده عن بعضها، فرفضوا ان هم يسلموني ليهم. تمام. هنا بقى لما كل التوتال ده حصل، كان عدى قد ايه على العزيزه في الحبس؟ كان عدى عليها 1.5 سنة تحقيقات. تمام. والمحامي بتاعها مش عارف يشتغل في القضيه علشان اسلام لسه موجود. فالنيابه عايزه تعرف اسلام ده ابن مين وتسلمه لاهله علشان تنطق بالحكم على العزيزه، ان كانت هتديها سنه، هتديها 10، هتديها اعدام، يعرفوا يحاكموها. فمش راضيين يدوها الحكم، وعزيزه مستعجله وعايزه تاخد حكم علشان المحامي يشتغل. فهنا بقى فكروا الفكره الخبيثه بتاعتهم اللي لعبوا بقى على الحكومه ولعبوا بقى عليا. ايه هي؟ ان احنا جبنا شخص من الخارج، ابنه برضه مخطوف في نفس العمر، هتيجي هتستلم، والكلام ده انا عارف انا بقول ايه وانا واثق منه، عشان بس ما حدش يقول لي انت بتفتري على الراجل وكان بيدور على ابنه وكان مفكرك ان انت ابنه. اللي هو مين بقى؟ قول لي. اللي هو الحاج جمعه، يقول له ما يثبت على ذلك. جمعه ده من المنوفيه وكان بيسافر السعوديه. لما استلمني بقى جمعه ده، جه هناك المديريه، اول ما شافته قالت لهم هو ده ابوه. اول ما شافت جمعه، ركزوا معايا، عزيزه اول ما شافت جمعه، اول ما شافته قدام الضباط ودخلوه لعزيزه المكتب، قالت لهم ايوه هو ده ابوه. يا جدعان اي كلمه اي حرف طلع من لسان عزيزه اقول لكم ربنا يسامحها عليه. الله يسامحها عشان هي كذبت فيه. لا ما تستحق. زي ما انت دايما عشان والله هي لها من الله ما تستحق. اي حرف طلع من لسان عزيزه كذب، وربنا بقى يسامحها عليه كل حاجه. هو قال ايه طيب؟ هو قال لك انا اكلته وشربته ولبسته احسن احسن اكل واحسن لبس. طيب انا الناس اللي كنت بنام على الشوافش على المصادر بتاعتها في الشارع وانا صغير موجوده لحد النهارده. الناس اللي نمت عندها واشتغلت عندها وفي طفولتي في الفران وهنا 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 موجوده لحد النهارده. طب هو لما استلم اشوف بقى انا كنت نايم عند الناس دي ومتمرمط في الشارع، ولا انا كنت نايم في بيت جمعه ومتنعم؟ اقول لك الاحساس عمري ما حسيت بحاجه. طب وزوجته؟ بس انا كنت منتظر احس، لان انا كنت الام انا كنت رايح معتقد ان انا عايزة كانت حنينه عليا جدا يعني وانت صغير. فانت تخيل بقى ان انت معاك واحده كانت خطفاك حنينه عليك وبيقولوا لك انت هتروح لحضن امك الحقيقيه، يبقى انت هتبقى مستنظر ايه؟ هتبقى مستنظر حنيه اكتر من اللي انت كنت فيها اصلا. لقيتها؟ ما لقيتش ربع اللي كان في عزيزه. يدين الله انا شفت حنيه في عزيزه ما شفتها في الكوكب. الله يرحمها بقى، هي في دار الحق برضه واحنا في دار الباطل. ما شفتش منها ذره حنيه يا ولادي. كانت بتعاملك ازاي؟ مش بتعاملني، هو جفاف. هو بص اقول لك بتعاملني ازاي؟ زي ما انا اجيب لك واحد يعيش معاك وهو مش ابنك وانت عارف ان هو مش ابنك. يعني انت بتقول بس النهايه يعني انت دلوقتي انا ابني مخطوف بقاله 11 سنه. ابني مخطوف بقاله 11 سنه. لحيف عليه. اول ما يجي لي يقعد معايا مثلا سنه سنتين وخليه ان هو اللي غلط، مش ان انت اللي بتطفشه. يعني خلي ان ابنك ده غلط عمل حاجه غلط، هيهون عليك تنيمه في الشارع على الرصيف؟ لا طبعا. طب خليه ان هو هان عليك انت عشان انت اب قلبك جامد. الام هيهون عليها ان هي تنام وتنفخ بطنها نوم وتسيبه نايم في الشارع؟ ايه اللي كان بيحصل؟ يعني كنت بتنام في الشارع؟ انا ماسك الشارع من وانا عمري 15 سنه. يعني هي اللي كانت بتطردك؟ هم مش بص الناس دي كانت واعيه. هو انا دلوقتي انا واخدك قدام الناس دي على انك ابني. ما ينفعش اعاملك وحش قدام الناس دي، لكن بعد ما هنقفل الكاميرا انا هعاملك المعامله اللي انا فاهمها. انا هعاملك بضميري اللي انا هو دلوقتي هو بيعاملني بضمير. هو كان ضميره كده، كان قدام الناس انا مستلمه، ما ينفعش ان انا اشخط فيه، ما ينفعش ان انا اضايقه، ما ينفعش ان انا اقول له كلمه تضايقه، ما ينفعش اي حاجه. انما انت بينك وبيني انا عارف انا هظبط دنيتك ازاي، انا عارف انا ازاي ما اخليكش تكبر في البيت، لان ده مش بيتك. مش عايزك تكبر في بيتي،
مش عايزك تبقى ليك اساس في البيت. عشت معاه قد ايه؟ الناس دي استلمتني من وانا عندي 11 سنه. انا مسكت الشارع من عمري 15. 3 سنين. انت فاهمني؟ ال3 سنين دول دخلت فيهم مدرسه؟ كنت بروح المدرسه. لحد سنه كام؟ انا خدت دبلوم صناعه معاهم؟ يعني خدت، يعني على عبال ما جيت اخلص الدبلوم كنت انا ماسك الشارع بقالي سنتين مثلا. سنتين. اصل بطفش وكنت ايه في الاول خالص، كنت مثلا اغيب الشهر واحن، بعد كده بقيت اغيب السنه، بعد كده بقيت اغيب الثلاث 4 سنين. يعني انا اول ما بدات اخرج من البيت واسيبهم وامسك الشارع كنت ممكن اخر شهر وتلاقيني حنيت للبيت وعايز ارجع الاقي معامله وحشه، اطفش تاني، اغيب شهرين، ارجع الاقي معامله وحشه، اطفش تاني، اقعد سنه. السنه بقيت اقعد 4 سنين. بعد كده اتجوزت وقعدت يجي 13 سنه ما اخشش بيت جمعه ولا انزل البلد.